امبارح مع سخونة الأحداث ومع الماتش ومع اللي حصل في الماتش واللي عمله الجمهور الإسماعيلي، الواحد مرضاش إن هو يطلع يتكلم في وقتها، وقال يستنى يعدي يوم كده ولا حاجة ونطلع نتكلم في اللي حصل. تمام. امبارح ماتش الزمالك والإسماعيلي قاعدين بنتفرج وعادي جدا، وماتش جماهيري وجمهورين تشجيع نازلين تشجيع، وإذ فجأة جمهور الإسماعيلي قرر إن هو يعني يعمل شيء تشجيعي او نكش كده بالبلد زي ما بنقول بين الجمهورين، وقشطه النكش ده حلو يعني مفيش مشكله خالص. انت فاهمني، ده كان موجود زمان وعادي، النكش ده حلو جدا، وان انت ترفع تيفو او مسج ويترفع الناحيه التانيه نفس الكلام عادي. تمام قشطه ودي، بس الفكره كلها ان الماتش ما كانش مستاهل كل ده. بس ما علينا يعني، فده ما خليناش ان احنا نطلع نتكلم امبارح على اول ماتش رسمي لصفقات نادي الزمالك الجديده، واول ماتش رسمي لجوزيه جوميز مدير الفني للزمالك. تعالى النهارده نطلع نتكلم كده بشويه ايه اللي حصل وايه الملاحظات اللي بالنسبه لي اللي انا شايفها ايجابيه على تيم الزمالك، وايه الملاحظات السلبيه. اولا امبارح الزمالك ابتدى عادي جدا 4-3-3 او 4-3-2-1 بالمسمى القديم او بالمسمى الحديث. عمر جابر، حمزه المسؤول، حسام عبد المجيد، ابراهيم انضاي، دونجا شحاته، قدامهم عبد الله السعيد، زيزو، شيكابالا، واوباما مهاجم وهمي. امبارح انا بالنسبه لي جوميز كان بيفكر في ايه؟ لو انا بفكر مكان جوميز مثلا، هو جوميز امبارح كان بيفكر ان انا بجرب، مش عايز احرق لعب. انا بشوف اللعيبه والله كل واحد، بشوف هل مثلا دونجا وشحاته الاتنين بيلعبوا نفس اسلوب اللعب، هل هينفعوني ولا العب واحد بس؟ عبد الله السعيد، زيزو، شيكابالا، التلاته لما يلعبوا مع بعض ايه اللي هيحصل؟ فامبارح الراجل كان بيجرب، واللي عجبني فيه ان بعد ما محمد شحاته خد انذار وابتدى ان الماتش يسخن وابتدى ان الجمهور يسخن، وده لعيب مش جاي من نادي جماهيري، فسحب اللعيب، سحبه ونزل مهاجم وابتدى ان هو يلعب ب4-3-3 دايموند. تمام. طيب امبارح انا بالنسبه لي تيم الزمالك ناقص شويه حاجات. ايه هي؟ اول حاجه بالنسبه لي هي الانسجام. التيم ده لو انسجم هيطلع كوره حلوه جدا. شفنا ناصر ماهر امبارح اول ما نزل لمستين في الكوره، الراجل ودى سيف الجزيري كوره شبه انفراد كان المفروض ان هو يحطها جون. عبد الله السعيد طبعا بالنسبه لي انا صفقه جماهيريه وصفقه ربحانه. شحاته لحد ما طلع كان كويس. مين تاني برضه عشان ما ننساش حد؟ تقريبا دول الثلاث صفقات اللي شاركوا امبارح: ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد شحاته. دول الصفقات اللي شاركوا امبارح مع الزمالك. تمام. طيب انا بالنسبه لي الزمالك عنده مشكله في الزمالك عنده مشكله في الباك الشمال باينه جدا للاعمى، والزمالك عنده مشكله في الدفاع. ان انا كاي كوره بتروح على الزمالك انا عندي مشكله، ما عنديش ثقه في محمد صبحي، ما عنديش ثقه في محمد صبحي، وخط الدفاع بتاعي انا ما عنديش ثقه فيه كحد مشجع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما بيتراح عليا 1-على-1 او 2-على-1 او 2-على-2 او 3-على-3 انا بخاف ان الكوره يحصل لخبطه في خط الدفاع، فبعتمد على المسلوسي اللي هو اصلا مش مساك، وان الراجل ده اصلا باك يمين، فبعتمد على المسلوسي موجود فهيشيلني. فمش كل الاوقات المسلوسي هيكون موجود ان هو يقدر يشيلك في نقطه زي دي. فجوميز امبارح بالنسبه لي هو راجل بيكتشف طريقه لعب، بيكتشف اللعيبه. كل واحد انا حطك في المركز اللي انت جاي عليه، وريني هتعمل ايه بس. لكن لما شحاته امبارح طلع وعبد الله سعيد ابتدى ينزل يستلم الكوره وابتدى ان هو يمسك كوره، ابتدى تيم الزمالك يفوق شويه. اخيرا لعيبه الزمالك القدامى لازم يبطلوا فكره الاعتماد على زيزو. يا شباب انت بقى عندك لعيبه كتيره جدا، لعيبه مهاريه كتيره جدا، لعيبه عندها حلول كتير جدا تقدر ان انت تعتمد عليها بدلا من زيزو. فخلاص زيزو الراجل كان معايا والراجل لسه معايا بس زيزو مش هستهلكه في حاجات مش لازم ان هو يعملها. يعني زيزو مش هستهلكه ان هو ينزل يستلم كوره من نص الملعب او من الدفاع عشان يقدر ان هو يطلع بالكوره ويقدر ان هو يتقدم والكلام ده. لا، زيزو هيلعب في المكان بتاعه وهيديني وهينتج لي بنسبه 101%. فانا بالتالي التيم كويس، اللعيبه كويسه، الانسجام هيجي مع الوقت ومع المباريات. الفريق الزمالك ان شاء الله الموسم اللي جاي، يعني انا مش بتكلم على الموسم ده، الموسم اللي جاي او ما بقي من هذا الموسم، تيم الزمالك هيكون تيم قوي جدا يقدر ان هو احنا داخلين على داخلين على كونفدراليه بننافس عليها، معانا كاس مصر، معانا بطوله الدوري لسه فيها، ولكني اشك ان الدوري بعيد شويه. ولكن ان انت تلعب دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي ده تحط تارجت، بما ان انت تتوج بالبطوله بقى بعيد، فانت تحط تارجت ليك ان انت تلعب على الاقل افريقيا السنه الجايه على الاقل يعني. تمام. شكرا جدا ليكم،
واسف لو كان في اي اطاله من خلالي، كنت طالع كده بس ندردش مع بعض على السريع في ماتش الزمالك والاسماعيلي، وان شاء الله كل ماتش للزمالك هنقدر ان احنا نطلع ونتكلم وهنعمل فيديوهات كتيره جدا الفتره الجايه. شكرا جدا ليكم، وانا اسف جدا لو كان في اي اطاله من خلالي. سلام.